السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيت نحضر لكم كيكه النشا المشهوره. جربتها من عند اختي ام ساميه. راح نحط لكم الرابط تاع الوصفه نتاعها لتحت في صندوق الوصف. درت فيها 3 نتاع البيضات، رشه نتاع الملح، ونزيد عليهم كاس نتاع السكر نتاع اللي يرفدو 240 مليلتر، ونزيد حلا فاني، سكر الفانيلا، ونزيد تاني معطر الفراولة. نخلط الكل بالميكسور مدة حل 5 دقايق مليح ونرجع لكم. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه، يجي شوية سائل كما راكم تشوفوا. هذا هو القوام نتاعو. هاد الكيكة تجي هشيشة وتحمر الوجه، جربوها وردوا عليا. جربتها من عند اختي ام سامية. مهم هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه سائل. نزيد عليه كاس نتاع الزيت يكون معمر ملي يرفدو 240 مليلتر. المهم نتوما الكاس اللي تعبروا به كملوا به كاع المقادير. من بعد نزيد نص كاس نتاع الحليب، نص كاس نتاع الحليب يكون بدرجة حرارة الغرفة. ونخلط بالميكسر، نخلط الحليب والزيت مع بعض بالميكسر مليح، ونرجع لكم تاني. ومن بعد السر نتاع هاد الكيكه هو النشا. نضيف كاس نتاع النشا يمد لها حل قوام. واش نقول لكم، تجي هشيشه قطنيه تهبل. ونزيد كاس نتاع الفرينه، كاس ونص نتاع الفرينه. في الاول نضيف كاس ونزيد معاه 2 نتاع الخمارات، يعني استعملت كاس نتاع النشا وكاس ونص نتاع الفرينه. مهم نحرك الكل مع بعض بواسطة الملعقة او الفوي او اللي عندكم. نحركهم مليح باش نتخلص من هذوك الحبيبات تاع الفرينه. والفرينه ما تنساوش تكونوا غربلتوها، بلا ما نقول لكم الفرينه ديما غربلوها في الكيكات. نتحصل على هذا القوام في الكيكه. هذا هو القوام نتاع الكيك. مهم نخلط الكل مليح ونرجع لكم. ونكون شعلت الفرن 10 دقائق من قبل يسخن مليح. نحطها في مول نكون دهنته بالزبدة ورشيته بالفرينة، وندخلها الطيب. ها هي الكيكه نتاعي بعد ما طابت. شوفوا شحال تجي هشيشه وهايله، تجي قمه. راح نزينها تزيين بسيط لانه هي اصلا تجي هايله. زينتها بالكونفيتور. مهم تزين اختياري، زينوها بالحاجه اللي موجوده عندكم، كونفيتور الشوكولاته اللي تحبوا. انا زينتها غير بالكونفيتور ونرشها بنواه كوكو. كونفيتور استعمل الذوق نتاع الخوخ، المشماش مش الخوخ. ايا ونرشها من الفوق بنواه كوكو اي جوز الهند. تزيين اختياري كما قلت لكم، بصح تجي صدقوني قمه وتحمر الوجه. واش نحكي لكم، جربوها ما راحش تندموا. كما تقول اختي ام ساميه. نزينها بحبات الفراوله، فراز، بما انه وقت الفراز زينت به واستعملت لداخل المعطر تاع الفراز باش تجي فيها النكهه نتاع الفراز. وهاد الفرز من الفوق راح يطلق فيها حسيرو يزيد يمد لها حد ذوق هايل. ونقدمها. هي الكيكه نتاعي جهزت، سهله وبسيطه. ديروها تغداو بيها ولا تديوها معاكم الكاش عرضه ولا مناسبه.
تجي توب توب. جربوا واكتبوا لي لتحت في التعاليق، راح تعجبكم سور. دوك نقص لكم طرف باش تشوفوها شحال هشيشه. شوفوا القوام، وحدها هشيشه وحدها تفتت. شوفوا شحال رطبه. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. نقص لكم شويه. شوفوا ما قدرتش حتى نرفدها من داك الشيشه بزاف. شوفوا شحال طريه قمه. جربوا وردوا عليا. بزاف كتبتولي بلي جربتو كيكه الحليب الساخن وعجبتكم. زيدوا شوفوا كيكه الحليب الساخن اللي مازال ما جربتهاش تجري تجربها، روعه حتى هي. وهذه الكيكه الثانيه اللي تجي هشه بزاف 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 تاني جربوها، تجي كيما كيكه الحليب الساخن. سورتو اللي جربتوها وعاود تجي افضل. وما تنسوش ديروا جيم لا فيديو، تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم، وتكتبوا لي لتحت تعاليقكم ورايكم في الكيكه، وتكتبوا لي تجاربكم والوصفات اللي راكم باغينها باش نديرها لكم ان شاء الله. وشكرا على دعمكم، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. اشتركوا في القناه، خليو جيم لا فيديو. نخليكم على خير ومع السلامه. تحياتي، الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.